من قرية صغيرة في محافظات يمنية إلى 34 مليون متابع حول العالم. في عام 2007 شاب يمني بسيط من محافظة حجة ترك قريته وسافر إلى صنعاء. كان يبحث فقط عن فرصة تغير حياته. بعد فترة حصل على منحة وسافر إلى باكستان ليدرس التكنولوجيا الحيوية في جامعة بايشور. لكن حلمه كان أكبر، فقرر أن يقدم للدراسة في ألمانيا. أرسل طلبات إلى أكثر من 100 جامعة، وكان الرد في كل مرة نفس الشيء، رفض تام، حتى جاء الرد الوحيد من البروفيسور الألماني سبايستين الذي قبله للدراسة في جامعة جاكوبس في مدينة برلين بألمانيا. وهناك بدأ ينشر فيديوهات علمية بسيطة على الإنترنت، وفجأة انتشرت فيديوهاته في العالم كله، وصلت مشاهداته إلى مليارات. الشاب الذي خرج من قرية صغيرة في اليمن أصبح اليوم من أشهر صناع المحتوى العالمي في العالم. إنه هاشم الغيلي. العبرة أحيانا رفض 100 باب قد يقودك إلى باب واحد يغير حياتك بالكامل. وإذا أعجبتكم القصة لا تنسوا المتابعة ولايك، واكتبوا لنا في التعليقات أي شخصية يمنية تحبون نحكي قصتها الجاية. السلام عليكم.